معايا مشروب بقى، ما تقوليش اي مشاريب تانية انت شربتيها قبل كده للتخسيس. المشروب دوت بيسد الشهيه جدا جدا، بيخليكي مالكيش نفس للاكل ولا طايقه حتى تيجي يمته. بس اهم حاجه ان انت تلتزمي عليه. هنخش نشوف الوصفه وان شاء الله تتبعيها وتدعي لي دعوه حلوه كده من قلبك، وتشيري الفيديو برده على قد ما تقدري عشان تاخدي ثواب، واللي الدل على الخير كفاعله طبعا يا حبيبه قلبي. مشروب بمكونين 2 بس من البيت، مش هتشتري حاجه من عند العطار، مش هتشتري حاجه من الصيدليه، من البيت، من تلاجتك. هتفتحي تلاجتك وتطلعي معانا نص ليمونه ونص معلقه شاي اخضر او شاي من اللي هو العادي الاحمر ده. هنشوف بقى هنعمل ازاي. صلوا على النبي الاول، نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معايا دلوقتي الكاتر انا حطيت فيه ميه تغلي، وبعد ما تغلي هنشوف هنعمل ايه. طب المشروب دوت بيتاخد كم مره في اليوم؟ مرتين 2 بس، مره بعد الفطار ومره بعد الغدا. بعد الفطار بنص ساعه بناخده، وبعد الغدا برده بنص ساعه بناخده. وبالليل بتاكلي بقى عشا خفيف كده، كوبايه زبادي مثلا وعليها معلقه عسل ابيض ونص عصره ليمون. وطبعا بقى ما نتقلش في الاكل، هو انت كده كده هتلاقي مالكيش نفس للاكل، بس برده تاكلي الحاجات اللي المفيده. بالنسبه لو هتشربي بقى عصاير او مشروبات سخنه تشربيها بس بدون سكر. وفي الفطار هتفطري مثلا بيضتين مسلوقين مع نص رغيف عيش بلدي اسمر، مع بقى خيار جرجير كده يعني، او 3 معالق فول متوضمين برده بزيت زيتون وليمون وملح وكمون. ما تحطيش عليه بقى لا طحينه، لان الطحينه ديت بتتخن جامد، ولا زيت ولا سمن. والغدا يعني طبق خضار كده مع 4 معالق رز. يعني هتاكلي كل اللي نفسك فيه، مش هتحرمي نفسك من اي حاجه. زي ما انت شايفه انا دلوقتي جبت الكوبايه وحطيت فيها نص معلقه شاي. ده شاي ناشف من الاحمر العادي اللي هو ليبتون، وبحط عليه الميه المغليه. المفروض ان انا اسيبه شويه وبعدين اعصر نص الليمونه، اسيبه يهدى بقى. لكن انا عصرت نص الليمونه دلوقتي علشان خاطر ان انتم يعني انهي معاكم الفيديو بقى. يعني انت تصبيه وتقلبيه وتسيبيه 3 دقايق كده عند الشاي ما يبرد، وتروحي عصر عليه نص الليمونه وشرباه. بس انا هعصره اهو دلوقتي علشان خاطر تشوفوا الفيديو ما افصلش وارجع تاني. ولما يبرد هشربه. هتشربيه امتى؟ زي ما قلت بعد الفطار بنص ساعه وبعد الغدا بنص ساعه. دي انتوا عارفين الليمون بيمتص الدهون، وفي نفس الوقت ده بيسد النفس. يا رب الفيديو يكون عجبكم.